السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم ايه اللي حصل في الدوري الانجليزي الجوله 27. البدايه بخساره ليفربول 1-0 من بورموث، ودي مفاجاه كبيره. تخسر 1-0 بعد ما فاز على اليونايتد 7-0. ليفربول ايه اللي بيحصل له؟ محدش عارف حاجه ولا فاهم حاجه. الماتش اللي بعده فوز السيتي بالعافيه على مين بقى؟ على كريستال بالاس 1-0 بهدف لهالاند من ضربه جزاء. وفوز ارسنال 3-0 على فولهام. وتعادل مانشستر يونايتد بعد الخساره الكارثيه، تعادل 0-0 مع ساوثهامبتون. وتشيلسي قدرت تفوز على ليستر سيتي 3-1. وفي نفس الوقت توتنهام فاز 3-1 برضه على نوتنجهام فورست. ده كانت الجوله 27 من الدوري الانجليزي، ولسه مستمرين في البريمير ليج. كده خلصنا الجوله دي. هندخل في الدوري الاسباني الجوله 25 اللي حصل فيها فوز ريال مدريد 3-1 على اسبانيول. في الوقت الثاني برشلونه كانت لعبت اتلتيكو بالباو، وماتش بره الارض وماتش صعب. برشلونه فازت 1-0 رافينيا دقيقه 45. برشلونه قدرت تكسب الماتش ده. اما الجوله بقى 26 من الدوري الاسباني الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه، ده هنتكلم عليه بالتفاصيل. ايه اللي هيحصل في الجوله 26 برشلونه وريال مدريد، عن ارقام الفرقتين في الدوري الاسباني، كل حاجه بالتفصيل. الدوري الاسباني برشلونه لعبت 25 ماتش، فازت في 21، تعادلت في 2، خسرت ماتشين، مسجله 47 هدف، عليها 8 اهداف، 65 نقطه، متصدره. ريال مدريد 25 مباراه، فاز في 17 وتعادل في 5 وخسر 3، سجل 50 هدف وعليه 19 هدف و56 نقطه. المركز الثاني. الفرق بين برشلونه وريال مدريد 9 نقط في الدوري الاسباني. ايه اللي هيحصل في الجوله دي؟ الله اعلم. هل هيبقى فيه تغيير في التشكيل؟ مش قوي. الاثنين هيلعبوا بنفس تشكيلهم، ممكن يبقى يفرق واحد لعيب ولا حاجه. تشافي بنفس النمط بتاعه وانشيلوتي بنفس النمط. ايه اللي هيحصل؟ ولسه طبعا في عوده في كاس، كانوا بيلعبوا بعض في الكاس. ماتش الذهاب خلص 1-0 لبرشلونه، ولسه في عوده. اما الماتش ده ماتش الدوري الاسباني الجوله 26، ده الدور الثاني. ايه اللي هيحصل بكره يوم الاحد؟ كلاسيكو الساعه 10. طبعا سهرة كروية ممتعة باكتساح. ده ملخص الدوري الأسباني. هندخل على دوري أبطال أوروبا. كان في ماتشات بقى. الإياب كان في فوز السيتي على لايبزيج 7-0، وهالاند سجل 5 أهداف في ربع ساعة. هالاند حطم كل الأرقام القياسية. بصراحة راس حربة جامد، ربنا يوفقه يعني. واحد ما بيرحمش، راس حربة فينيشر. ده كان السيتي ولايبزيج، والسيتي اتأهلت. كان في نابولي وانتر فرانكفورت، ده فوز نابولي 3-0. وريال مدريد وليفربول العودة خلص 1-0 لريال مدريد بهدف لبنزيما. ريال مدريد ضيعت كتيرة، كان ممكن تخلص الماتش من الشوط الأولاني. وليفربول مش موجودة خالص 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 خالص. أما الماتش الأخير طبعا كان في ماتش بورتو وإنتر منتهى 0-0. ده كان ماتش الإياب. اللي اتأهل بقى 8 فرق. القرعة بتاعت دوري أبطال أوروبا اتعملت يوم الجمعة الساعة 1. طبعا ريال مدريد هيلاعب تشيلسي، وقع مع تشيلسي. ومانشستر سيتي وقعت مع بايرن ميونخ. والاثنين دولت الاربع فرق دولت الكسبان هيقع معاهم في نص، هيلاعب الثاني في نص النهائي. يعني عندك ريال مدريد وتشيلسي، كسبان منهم هيلاعب الكسبان من السيتي وبايرن ميونخ. ده اول حاجه. اما الانتر بتلاعب مين؟ بتلاعب بنفيكا. ونابولي هتلاعب اي سي ميلان. ودول الكسبان من ده هيلاعب الكسبان من ده. ده كان كل حاجه بالتفصيل. طبعا مواعيد المطوشه، عندك ربع النهائي عندك 11 و12 ابريل، ده الذهاب. العوده 18 و19 ابريل، ده ربع النهائي. نصف النهائي 9 و10 مايو، و6 و16 و17 مايو، ده العوده. النهائي طبعا نهائي دوري ابطال. نهائي دوري الابطال هيتلعب 10 يونيو 10/6. ده النهائي هيتلعب في تركيا تقريبا. فده كل حاجه عن دوري ابطال اوروبا. وطبعا مستمرين. وطبعا نص النهائي هيبقى مولع. طبعا الاربع فرق دول ده بنسبه كبيره هيبقى هو البطل دوري ابطال اوروبا، اللي هو الفائز من ريال مدريد وتشيلسي والسيتي وبايرن ميونخ. ده هيبقى نسبه كبيره، انا اتوقع يبقى هو الفائز بدوري ابطال اوروبا. طبعا كان في سؤال الحلقه اللي فاتت، مين اول منتخب يفوز بكاس العالم؟ طبعا منتخب الاوروجواي ده اول منتخب يفوز بكاس العالم. طبعا كده اتكلمنا عن كل حاجه. طبعا معاك في الفيديو، متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعني بقى على كل السوشيال ميديا في الديسكربشن. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.